تعال احكي لكم على تجربتي في يخت في السخنة ببروجرام كامل بقى شامل الغدا والسناكس والبول اللي في ظهر المركب والعوامات وحاجات تانية كتير. الحوار ابتدى اننا اتكلمنا فيتامين سي اللي عندهم تقريبا 4 يخوت في السخنة وممكن اكتر كمان، ويخوتهم مجهزة بالكامل. ولو انت مش حابب البروجرام ممكن يأجروا لك يخت، بس احنا اخترنا البروجرام الجولدن اللي فيها سناكس ومشاريب طول اليوم. ومش قادر احكي لكم بجد عن مدى السعادة وانت في نص البحر على فيو ممتاز. انت فجأة بدون مقدمات اول ما العوامات تجهز هتلاقي نفسك بتاخد واحدة وتنزل المية على طول، وبعدها بقى تلاقي اصحابك واحد ورا التاني بينطوا كده. ولو ما بتعرفش تعوم زيي هتبقى عامل زي البطه في الميه باللايف جاكيت. وكمان متوفر معدات سنوركلينج لان الميه صافيه فهتتبسطوا قوي. وفجاه لقيت ليفل التهور زاد مع اصحابي وبقوا ينطوا من فوق ظهر اليخت ويتحدوا بعض في الوقت اللي انا كنت فيه بحارب مع عوامه البطه. شويه بقى وفرهدنا، وكان في ناس بتصطاد وكان في ناس مهتميه قوي بحوار الاكل والشرب اللي هم برضو كانوا بيساعدونا فيه عشان يبقوا متاكدين ان الاكل هيطلع بكواليتي محترمه جدا، ناكل ونملى كرشنا ونبسط. وبالمناسبه من ضمن الحاجات الاكسترا انتوا قادرين تزودوا 250 جنيه ويجيبوا لكم تورته تحتفلوا بقى باي مناسبه. فانا احتفلت بيكم بال60,000 فولور صحاب. كان في كمان فواكه كتيره جدا وبطيخ، فالموضوع كان روعه جدا بعد الغدا واحنا مأنتخين كده. وبعد كده قررنا ناخد غطس تاني، بس غطس رايق بقى، ناكل فاكهه كده واحنا مأنتخين في الميه على عوامات. وفي عندهم اختراع هولدر كده عايم في الميه جنبك تاخد منه الفروت سلطات وتاكل وانت رايق. نصيحه، الميه صافيه جدا فاكلوا السمك واتفرجوا عليه. وبكده اليوم خلص، وسايب لكم التفاصيل في الديسكريبشن.